ورقة ثرقيث أي ما سفغت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من النار ولد يضرون إلا عمار نقول غير ذفير هذا اليوم زين طيجنا عيوني وغص يا ورد مزارك منه فانا غزير هذا اليوم زين طيجنا عيوني وغص يا ورد مزارك منه فانا غزير منه حتى طفولته انتزعت. طب خليني أسألك، هل في نظرك الفلسطينيون كانوا يسعون للسلام؟ يعني عبر التاريخ قراءتك، أنا جاي لي كيف تغيرت النظرة وإيه اللي حصل والتفاصيل، لكن من خلال نظرتك للتاريخ لتاريخ هذا الصراع، هل الفلسطينيون كانوا يسعون للسلام؟ لا طبعا أخي رشيد، إحنا زي ما قلت، يعني أنا بقول السورس اوف ذا بروبلم، جذر المشكلة تعليم القرآن، تعليم الإسلام، اللي هن متجذرة بالعقل الفلسطيني، متجذرة بالفكر الفلسطيني. هذا الشيء اللي هن حتى لو بدهم يقولوا إحنا بدنا سلام، وين يروحوا بآيات القتل؟ وين يروحوا بقرآنهم اللي بيقولهم هم أحفاد القردة والخنازير؟ وين يروحوا هم المغضوب عليهم؟ وين يروح بالآيات اللي بتحرض يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ وين الآيات اللي بتقول وحرض المؤمنين على القتال؟ وين الآيات اللي بتقول يعني احنا وين نروح في هذا الفكر؟ وين شو نسوي فيه؟ أنا ما شفت في 7 أكتوبر
يعني لو كان في مشهد، لو كان في كاميرا وقت أيام غزوة بنو قريظة ولا خيبر، كان إحنا شفنا تقريبا 7 أكتوبر تاني باكورد، يعني من زمان شفنا القتل. أنا ما شفت يعني حماس اللي هو الصعاليك حماس، يعني أنا شفت الصعاليك تصعلكوا. وأنا دائما بقول إنه الإسلام عندما تصبح الصعلة دين، فهن هذا الشيء اللي إحنا بنرفضه تماما. يعني الفلسطينيين حتى لو في فئة بسيطة جدا، وأنا متأكدة إنه في ناس بدها سلام، وأنا متأكدة إنه بالذات بعد الأوجاع الحرب وخلص يعني زهقوا تعبوا، قال لك خلص أنا ما عنديش مشكلة يعطوني لو جزء صغير. هاي أصوات قليلة، وهاي الأصوات اللي لازم نركز عليها. وللأسف الشديد حتى اللي بده يطلع يقول أنا بدي سلام مهدد بالقتل، بيقتلوهم بيذبحوهم. احنا مهددين بالقتل، انا مهدد بالقتل، بيصنفوهم they label them، يعني بيحطوا لهم الليبل انه خلص انت كافر، انت خائن، انت صهيوني، انت صحيح. عميل، انت مساد، انت مش عارف شو، على اساس انك احنا اللي بنقول، الاصوات هاي اللي بتقول انه احنا بدنا السلام وبدنا الطفل الفلسطيني يربى ويعيش زيه زي الطفل اليهودي، حقه في التعليم وحقه في العيش الآمن، حقه في المسكن الآمن، حقه إنه هو يكبر ويحقق طموحاته. الفلسطينيين معظمهم للأسف ما بدهم سلام، وعلى مر العصور من وأنا صغيرة يعني ما عمري شفت ولا سمعت أي حدا سواء في الإعلام أو في المدارس أو في الشارع أو في الجيران أو في أي مكان إنه يقولوا لا يا جماعة خلص، أو ما سمعناش عن منظمة طلعت تقول إحنا خلص يعني إحنا حنختار السلام كحل، ويا جماعة إحنا لازم نعترف بإسرائيل ولازم نعترف بحق اليهود بالعيش بأمان في وطنهم المجذر منذ أكثر من 3000 سنة. فأنا ما فيني ألغي تاريخ 3000 سنة وأصدق صعلوك طلع على بغلة ويقول لي القدس لنا. I'm sorry, it's not gonna work like this. الموضوع خليني أرجع للتاريخ شوية. وأنا كما قلت إنه في بداية قبل 48، قبل قيام دولة إسرائيل في 47 اقترحت الجمعية الوطنية، جمعية يعني الأمم المتحدة اقترحت حل الدولتين. ما قبلوش العرب، عملوا حرب 48 لما قامت إسرائيل. بعد ذلك في 67 عملوا حرب. إسرائيل كانت تريد أن يكون دولة عربية إلى جانبها، الفلسطينيين عندهم دولة والعرب والإسرائيليين عندهم دولة. عمر إسرائيل ما أنكرت حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة خاصة بهم، لكن العكس، الفلسطينيون أنكروا حق إسرائيل أو اليهود في أن تكون دولة لهم. وعبر التاريخ كل مرة تتقلص المساحة الجغرافية اللي هم بيخسروا كل مرة الأرض ويحبوا يرجعوا إلى الأقرب نقطة. يعني مثلا الآن يريدون 67 بعد ما في 47 كان عندكم أكتر وما قبلتوش. فإذا كل محاولات السلام اللي كانت ما قبلوها. خلينا أطرح عليك سؤال، كيف بدأت نظرتك تتغير؟ أنت الآن مسيحية، كنت مسلمة، أنت الآن محبة للسلام، كنت رافضة للسلام، وكنت مثل أي